عايدة عثمان الشقيقة التوأم لأشهر فنانة تبرأت منها ورفضت الاعتراف بها ودبرت لها مكيدة أبعدتها عن الفن. مثلت في 3 أفلام. عايدة عثمان من عائلة فنية. عايدة عثمان فنانة من زمن الأبيض وأسود، فن الجميل. جدها أشهر ملحن مصري، وأخوها أشهر فنان مصري، وأبوها أشهر لاعب كورة، وجوزها أشهر منتج مصري واكتشف ممثلات في مصر كتير. فنانة كبيرة ومشهورة دبرت ليها مكيدة لإبعادها عن عالم الفن والوسط الفني. فقدت بصرها في آخر أيامها وليها قصة عجيبة فوق الوصف. اسمها عايدة إبراهيم محمد عثمان. بيدت أشهر ملحن مصري اسمه محمد عثمان، أستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب هو اللي علمه أول اسطوانة، وهو أول واحد يلحن ويغني على اسطوانة في مصر. ده لما جاب الجراموفون اشتراه من تركيا. كان محمد عثمان مالتي ملياردير. بلاليكا الفنان الجميل عزيز عثمان اللي اتجوز الفنانة ليلى فوزي صاحب أغنية الغراب يا بقعة سودا جوزوه أحلى يمامة. وأبوها إبراهيم عثمان كان أشهر لاعب كرة في مصر. جدها خلف 2، عزيز عثمان ودخل الفن، وأبوها إبراهيم عثمان كان لاعب كرة مشهور. حصل بينهم مشاكل كتيرة، لأنهم عيلتهم كانت كبيرة جدا، ولأن أبوهم محمد عثمان كان فنان كبير جدا وموهوب. جه عزيز عثمان دخل الفن بقى يعمل حاجات كوميدية. أخوه إبراهيم اتضايق منه، ازاي ابن الأكابر يعمل كده، وتشكلوا مع بعض. كان في محطة الإذاعة اسمها محطة رمسيس كان بيملكها يوسف وهبي، كان بيقدم فيها عزيز عثمان فقرة غنائية كوميدية. دخل عليه أخوه إبراهيم وحصل مشادة بينهم. المشادة دي سمعت بيها مصر كلها. نرجع لعايدة عثمان ونقول إن هي من مواليد 25 يوليو 1928 وعايشة لغاية 2021. أول ما ظهرت طلعت في الفن على حس عمها عزيز عثمان، وفي شبه كبير بينها وبين سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. أول ما ظهرت سموها شبيهة فاتن حمامة، وجه أخد المخرج الكبير محمد عبد الجواد خدها كوجه جديد مع اسماعيل ياسين وعملوا فيلم كدبة إجبريل. أول ظهور ليها سينمائي خدت دور البطولة. طبعا أهلها والغنى والشهرة كان بالنسبة لها صيت أهلها. قال إن جدها محمد عثمان كان عنده عود من الذهب الخالص وفلوس وأراضي وغنى فاحش. كدبة إبريل ده هي اللي أنتجته على حسابها الخاص. لما عرضت على المخرج محمد عبد الجواد ان هي عايزه تعمل فيلم. الفيلم ده كان من تأليف بديع خيري وسيناريو وحوار محمد عبد الجواد، ويقال ان هي انتجت افلام كتير بعد كده. وفي نفس السنه دخلت بطوله فيلم حسن ومرقص وكوهين، وكان في حسن فايق وعبد الفتاح القصري ومحمد كمال المصري وشرف عنتح. خدت برضو دور البطوله وكسرت الدنيا ونجحت نجاح كبير. انطلقت بقى في العالم الفن السينمائي، وجابها اسماعيل ياسين تاني في بطوله فيلم انسان غلبان اخراج حلمي رفله، وجابها بطله وبدأ صيتها يسمع. ولكن المشكله في الجرايد اللي كانوا بيكتبوا دايما على عايدة عثمان ان هي شبيهة فاتن حمامة. في الفترة دي قلقت منها فاتن حمامة، أدائها حلو وحلوة وتمثيل قوي وقبول عند الناس. يقال إن هي فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية دبرت لها مكيدة، والمكيدة إن هي عرفتها على المنتج عادل المولد المحامي، وده اللي اكتشف نجلاء فتحي. عمل لفاتن حمامة أول فيلم ليها حرامي الورقة. حسن يوسف المولى ده كان محامي ومؤلف وكاتب أفلام كتير ومنتج الأفلام. كتب فيلم أبو الليل ومذكرات تلميذة ونمر التلامذة وفتاة شاذة والقصر الملعون وشقاوة بنات وبنت شقية. عمل في تأليف 26 عمل كان آخرها المنحرفون، وكان في نفس الوقت منتج شقاوة بنات ونمر التلامذة وشاطئ المرح، وهو منتج وكاتب قصة الأفلام. في الفترة دي كان في علاقة صداقة بينه وبين فاتن حمامة. راحت عرفته على عايدة عثمان، قالت له عندي ليك عروسة جميلة جدا وبنت ناس. أول ما شاف عايدة عثمان حبها. المولى توفى في 11 مايو 1994. المهم ان ربنا كتب لهم الوفاء وعاشوا قصه حب واتجوزوا. لما اتجوزوا قالت له انا بكره الفن ومش عايزه استمر فيه، مع انه قال لها ان هينتج لها افلام ويكتب لها افلام، بس هي رفضت الموضوع وقفلته. وكان بعد ما اتجوزوا بيجي لها افلام ويعرض عليها مخرجين ومنتجين افلام. قالت له انا عايزه اعيش بيتوتيه في بيتي واولادي وجوزي، ربي اولادي واشوفهم وهم بيكبروا. والفعل اعتزلت الفن وخلفت له اولاد. الجرايد القديمه قالوا ان فاتن حمامه هي اللي جوزتها من عادل المولد عشان تتخلص منها وتزحها من طريقها. وبالفعل هي كانت بتقلد فاتن حمامه في كل شيء، نفس الملامح ونفس تسريحه الشعر ونفس الوزن ونفس المقاس في الملابس، لدرجه ان هي كانت ما تمشي وسط الجماهير كانوا بيختلط الامر على الجماهير يا ترى دي فاتن حمامه ولا مش هي. كانوا قريبين منها كانوا بيقولوا ان صوتها جميل جدا، وكانت بتتمتع بصوت وشبه عجيب من فاتن حمامه، وكانت بالفعل شبهها الى حد كبير جدا. المهم ان هي اتجوزت وعاشت بعيده عن الفن وعن التمثيل وبعدت عن الفن. لغايه 2021 كانت عايشه، لكن فقدت البصر وكبرت في السن. بعد ما اعتزلت عن الفن خالص ما ظهرتش تاني في اي حاجه ولا في اي حفلات، حتى لما جوزها كان بيكرم
او في عرض الخاص لافلام ما كانتش بتحضر معاه. عدلي المولى هو اكتشف نجلاء فتحي في اول افلامها حرامي الورقه، وكان هو كاتب القصه والسيناريو والحوار والانتاج. هذا المنتج والمؤلف عدلي المولى سنة 1976، ودخل قصة البيزنت هو وأولاده. دول بقى البيزنس بتاعهم وعملوا محلات كتير، وناس تقول لك لا اشتغلوا في السياحة والفنادق. المهم ان هو بعد عن الفن وقفل شركة الانتاج بتاعته. ثانية تقول لك اتجه لصناعة السفن. المهم ان عدلي المولى ومراته الفنانة عايدة عثمان بعدوا عن الوسط الفني خالص، وقفلوا صفحة الفن في حياتهم. كان سنة 1976 لحد وفاته في 1994. ودي كانت قصة الفنانة عايدة عثمان وعيلتها الكبيرة وجوزها المنتج الكبير. عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، اختكم محتاجة دعمكم وبتمنى منكم مزيد من الدعم. اشوفكم في فيديو آخر، اترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم.